غياب خوان بزيرة من أسبوعين لثلاث أسابيع يعني عدم لحاقه ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حكاوي الملاعب. النهاردة هنتكلم عن إيقاف القيد لنادي الزمالك، وكمان مصير مدرب الحراس الجديد فيتور بيريرا، وكمان مباراة السوبر بيراميدز والزمالك والتشكيل المتوقع، وكمان لغة الأرقام بين الفريقين وطاقم التحكيم لمباراة نادي الزمالك وبيراميدز والأهلي وطبعا سيراميكا كيلوباترا. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو، لو انت ما عملتش لايك اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم سواء المحلية او العالمية. ويلا بينا نبدأ بسرعة. هنبدأ معاكم ايقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك. امبارح وصل خطاب لنادي الزمالك بيفيد بإيقاف قيد النادي لمدة قادمة بسبب 3 قضايا من جوزيه جوميز ومساعديه 3 قضايا مرفوعين كانوا على نادي الزمالك. القصة باختصار يا ابو الكباتن، في شهر 8 اللي فات كان في كلام بين الزمالك وجوزيه جوميز على تسوية المستحقات بتاعته وبتاعة مساعديه اللي هي $120,000، واتفقوا مع بعض على تسوية المبلغ على 4 دفعات أو 4 شهور يعني. فجوزيه جوميز قال لهم مفيش أي مشاكل وتمام، واتفقوا مع بعض وخلاص والدنيا 100 فل و10. وعلى هذا الأساس تم قيد بزيرة وكام لاعب كان معاه اللي جه في آخر يوم في الانتقالات الصيفية اللي فاتت، وتأيد بزيرة واخوان بزيرة واللعيبة اللي كانت معاه على ما أتذكر كان عدي الدباغ تقريبا، وكان معاه لاعب تاني يعني. فالقصة بعد كده عدى، مفروض كان الزمالك يدفع أول قسط يعني في شهر أواخر شهر 9، ما حصلش الدفع. 10 عدى، دخلنا في 11. جوزيه جوميز راح بعت للفيفا قال لهم الزمالك ما التزمش معايا ب التسوية اللي احنا اتفقنا عليها. فالفيفا على ده الأساس بعد المستندات طبعا اللي قدمها جوزيه جوميز، وقدم ان التسوية ما حصلتش من الزمالك وما كانش فيه التزام من نادي الزمالك. فالفيفا أعلن بإيقاف قيد نادي الزمالك لحين السداد $120,000 مع جوزيه جوميز ومساعدي. طيب ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ الزمالك هيدفع منين؟ الله اعلم. هيتصرف وهيدفع، لان الزمالك داخل بقوه في بعض الصفقات في يناير، وعلشان يقدر يشتري اللعيبه ويقدر كمان يأيد اللعيبه في يناير لازم يدفع غرامه جوزيه جوميز اللي هي $120,000. دي القصه باختصار. هيحصل ايه؟ وكلمة صريحة، لو الزمالك ما قدرش يدفع المبلغ لجوزيه جوميز في يناير كده مفيش حمدان جاي في يناير. الله أعلم بقى هيحصل إيه. بيراميدز دخل في الصفقة هو والأهلي في حامد حمدان. إيه اللي هيتم وإيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية الله أعلم. ده موضوع بالكامل غرامة جوزيه جوميز ووقف القيد على نادي الزمالك. مباراة السوبر المصري بيراميدز والزمالك في الإمارات بكرة بإذن الله. مباراة يعني لو انت هتشوفها كاسم وتاريخ طبعا أكيد هترشح نادي الزمالك كاسم وعراقة وأصالة وبطولات وشعبية وتاريخ وكل حاجة. هيكون نادي الزمالك الكفة الأرجح إن هو اللي يصعد، لكن في الوضع الحالي والوضع الراهن والتوقيت الحالي بيراميدز هو صاحب الكلمة وصاحب الكفة القوية في الصعود للمباراة النهائية لملاقاة الأهلي أو سيراميك. فرق كواليتي، امكانيات، استقرار مادي، استقرار فني. كل لعيبه بيراميدز نجوم، كلها لعيبه دوليه، لعيبه مميزه جدا. اخذوا بطوله افريقيا والسوبر والبطوله اللي هي اسمها 3 قارات دي اللي هي من اهل جده، وكل حاجه ماشيه مع بيراميدز زي ما الكتاب بيقول، كل حاجه نموذجيه مع بيراميدز.
يحصل ايه في الملعب الله اعلم، دي مباراة كرة قدم، كل حاجة في كرة القدم ممكن تشوفها. ممكن بكرة تلاقي الزمالك هو اللي كسبان بأداء مميز جدا ويصعد للمباراة النهائية، وممكن جدا جدا بيراميدز هو اللي يصعد للمباراة النهائية. ايه التشكيل المتوقع بكرة لأحمد عبد الرؤوف؟ ايه التشكيل المتوقع لأحمد عبد الرؤوف لمباراة بيراميدز؟ لغاية امبارح، لغاية النهاردة في التمرينة الأخيرة كان في حاجتين بيعملهم وبيلعب عليهم أحمد عبد الرؤوف. بيعمل ثنائية ما بين بنتايك وأحمد فتوح في الجنب الشمال، وشارك في جزء من التمرينة كان محمد صبحي اللي خرج في المباراة الأخيرة بداعي الإصابة ونزل مكانه المهدي سليمان. يعني أنت عاوز تقول لي لو صبحي ما شاركش المهدي سليمان هو اللي هيشارك؟ هقول لك لا، لو صبحي مش هيشارك في المباراة هيكون البديل بتاعه محمد عواد. خلينا نتكلم ونقول التشكيل المتوقع لو محمد صبحي هو هيكون في حراسة المرمى. هيكون محمد صبحي، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، عمر جابر على اليمين وفي الشمال احمد فتوح، اتنين في وسط الملعب محمد شحاته هو اللي هيعوض غياب نبيل دونجا، وجنبيه عبد الله السعيد. قدامهم احمد حمدي، على اليمين ناصر ماهر، وعلى الشمال بنتايك، تحت مهاجم وحيد عدي الدباغ. دي التشكيله المتوقعه لنادي الزمالك. هتسألني وتقول لي طب ليه خوان بزيرة انت مش حاطه في التشكيل؟ هقول لك بعد لحظات قصة خوان بزيرة والسوبر المصري، هل هيلحق حاجة فيهم ولا مش هيلحق؟ طيب، لغة الأرقام في مباريات بيراميدز والزمالك. لو احنا نتكلم ونشوف لغة الأرقام في نادي الزمالك وبيراميدز، يعني في الماتشات اللي لعبوها مع بعض، لعبوا مع بعض 23 مباراة 23 مباراة في كل النسخ اللي لعبوها مع بعض، سواء كاس دوري ايا كان. الزمالك له النصيب الاكبر، فاز في 13 مباراة، وبيراميدز فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات. الزمالك سجل 50 هدف وبيراميدز سجل 35 هدف. يعني انت عاوز تقول لي ان الغلبة ممكن تكون لنادي الزمالك؟ والله لغة الارقام بتقول كده، لغة الارقام بتقول كده، لكن هل الزمالك هيكسب؟ الله اعلم. طبقا للامكانيات المتاحة ومستوى الزمالك الحالي ومستوى بيراميدز الحالي، اعتقد اللي هيترشح للمباراة النهائية هيكون بيراميدز. ده توقعي الشخصي، انا متوقع ان بيراميدز هي اللي هتصعد المباراة النهائية، لكن كل ده احنا هنشوفه بكرة بإذن الله لما المباراة تتلعب بكرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة. الزمالك يلاقي بيراميدز، والأهلي مع سيراميكا طبعا كيلوباترا. هنشوف ايه اللي هيحصل في الماتشين. لغة الأرقام خلصناها، وندخل على خوان بزيرة. خوان بزيرة اتصاب في المباراة اللي فاتت، وبصراحة الحكام ما بتعملش حماية كافية للعيبة. خوان بزيرة بيتضرب في مباراة طلائع الجيش، مباراة الجونة، مباراة المحلة، كل مباراة بيتضرب فيها مفيش اي عقوبات كتير. مباراة البنك الاهلي طبعا اتضرب، ولما اتعصب على اسحاق ويعقوبه اخد انذار، مع ان هو ما عملش اي حاجة، ده اسحاق ويعقوبه هو اللي جه ضربه. لكن الحكام ما بتعملش الحاجة الكافية والحماية الكافية ان هم يحموا اللعيبة في أرضية الملعب. فخوان بزيرة أصيب بمزق في العضلة الخلفية، وطبقا للتقارير الطبية غياب خوان بزيرة من 2 ل3 أسابيع، يعني عدم لحاقه ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات. يعني كده خوان بزيرة يغيب عن لقاء بيراميدز واللقاء القادم لو الزمالك صعد للمباراة النهائية. يعني ما فيش خوان بزيرة في كأس السوبر؟ أقول لك مظبوط. دي قصة كده خوان بزيرة بالكامل، والإصابة اللي حصلت له بنقول له 1000 مليون سلامة، وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة وترجع بسرعة، يعني 2 3 وفي توقف جاي، فالدنيا تبقى كويسة ويرجع بزيرة أفضل من الأول. وهو واحد من اللعيبة المهمة، واحد من اللعيبة أصحاب المهارات الكبيرة داخل نادي الزمالك. طاقم التحكيم للمباراة دي. طاقم تحكيم المباراة الأولى اللي هتكون ما بين الأهلي وسيراميكا محمود البنا، والزمالك وبيراميدز هيكون محمد معروف. وأنا عندي سؤال
للجنة المنظمة. يعني انت خدت بطولة السوبر وتروح تلعبها في الامارات، يعني انت يا راجل مش قادر تجيب حكام اجانب للبطولة دي، كلهم 3 مباريات، كلهم 3 مباريات، وانت كمان مش دافع حاجة من جيبك، لان السوبر ده واخداه رعاية دولة الامارات، او الاتحاد الاماراتي هو اللي واخد رعاية البطولة دي، فهو اللي يجيب لك حكام اجانب، او يا سيدي حتى لو حكام عرب لكن ما يكونوش مصريين. لاني اول ما اعلن الحكام الاهلاويه بيقولوا طبعا ده معروف ده ملاكي للزمالك، والزملكاويه اول ما اعلن حكم الاهلي والسيراميكا اللي هو كان محمود البنا قال لك طبعا ده ملاكي للاهلي. فطبعا انت ليه تحط نفسك في قيل وقال؟ ليه تحط نفسك في شبهات؟ هات حكام اجانب يا ابو الكباتن لل3 مباريات دول وخلصنا، وامنع عن نفسك القيل والقال والشبهات. لكن اتحاد الكورة والاتحاد بتاع الحكام ولجنة الحكام ولجنة الرابطة كلهم مصممين يعملوا بلبلة في بصراحة الكرة المصرية بتاعتنا بموضوع الحكام. نتمنى تحكيم عادل في مباريات بكرة، نتمنى يكون الحكام يعني على قدر المسؤولية، نتمنى يكون الحكام على قدر من التركيز، وإن شاء الله تكون بطولة تعدي بشكل جيد، واللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، وإن شاء الله نشوف كم مباراة كده نستمتع بيها كلنا ونستمتع بيها مع حضراتكم. بالنسبة للمدرب الجديد لحراس المرمى فيتور بيريرا، الفكرة كلها لما تعاقد معاه نادي الزمالك أو تعاقد معاه جون أدوارد، يعني ده كان آخر حاجة كان بيدربها في السعودية تقريبا، كان في نادي الهلال، كان هو المدير الفني لبونو ياسين بونو يعني النجم المغربي. والقصة دي وكلها والحكاية والرواية وكل الكلام طلع تتكلم. طب ليه الدنيا هايجة كده على المدرب ده بيريرا؟ الفكرة كلها يا صديقي ان الراجل ده درب قبل كده في فريق مكابي تل أبيب، ايوه زي ما انت حضرتك سمعت بالظبط، طبعا للناس اللي ما يتسموش دول. فالقصة كلها يعني مش مظبوطة، ازاي الزمالك يجيب واحد كان عايش في البلد دي والقصة دي. فاتجاهين جوه الزمالك وفي حيرة، طب احنا نستغنى عن ايه دلوقتي؟ ما فيش مشكلة تاني نمشيه، طب احنا نعمل تشتيت جوه الفرقة، احنا هنعمل حالة من الخلل جوه الفرقة. وفي ناس تاني تقول لك لا طب يقعد لغاية السوبر، بعد السوبر يمشي على طول، والقصة دي. وده اللي هيحصل بالظبط، ان الزمالك هيعلن رحيله بعد بطولة السوبر المصري المقامة حاليا في الامارات، وهنشوف اي حد من المدربين المميزين القادمين لحراس المرمى وهيدربوا الزمالك يعني في الفترة دي، وهنشوف اللي هيحصل. فالراجل ده بيريرا دي القصة كلها بتاعته، ان هو بسبب ان هو درب فريق وعاش في البلد دي اللي هي ما تتسماش يعني. فالقصة كلها باختصار ان الزمالك هيعلن رحيله بعد بطولة السوبر. ده اللي كان عندي النهاردة، حبيت أوصل لك القصة كلها في موضوع القيد وإصابة ألفينا وموضوع طاقم التحكيم والتشكيل المتوقع في نادي الزمالك والحديث عن مباراة نادي الزمالك وبيراميدز. فضلا وليس أمرا، لو أنت ما عملتش لايك اعمل لايك علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم، وكمان تعمل اشتراك في القناة علشان تتبسط بالحاجات اللي بتنزل على القناة. وشكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية بإذن الله. سلام عليكم.